الصورة اللي قدامك دي صورة من برنامج مقدمه محمد رمضان بيكسب الناس فلوس وكده. سيبك من البرنامج اللي بيقدمه رمضان وسيبك من شخصية محمد رمضان، لأن أنا رأيي في محمد رمضان ما بيتغيرش. ولو محمد رمضان بيكسب الناس على خلال شهر رمضان 10 مليون فهو لمهم 30 40، وده كله شغل بيزنس ملناش فيه. ولكن لما تشوف حلقة الراجل ده هتعرف إن دي كلها تدابير من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبيخلي الناس ديت اسباب عشان تكسب الناس ديت فلوس. يعني الراجل ده كان ماشي في الشارع قاعد يكلم نفسه، الراجل من كتر الهموم ماشي بيكلم نفسه، يروح له محمد رمضان يقول له ازيك يا حاج انت مش عارفني؟ يقول له لا والله يا ابني ما اناش عارفك. قال له امال انت ماشي تكلم نفسك ليه؟ قال له من هموم الدنيا يا ابني، عندي بنت على وش جواز وخلاص عملت واستلفت فلوس كتير جدا من ناس ومش عارف اجوزها، بكلم نفسي من اللي انا شايفه عشان محمد رمضان يكسبه في الحلقة دي 300 ألف جنيه. الراجل من فرحته ما كانش قادر يصلب طوله، وقع على الأرض من الفرحة وقعد يشكر ربنا سبحانه وتعالى هيئ واحد زي محمد رمضان أو غير محمد رمضان في برنامج ده أو أي برامج عشان تكون سبب إن هي ترزق الناس دي، وده اللي بنشوفه في برامج كتير جدا. فيا أخي والله العظيم مهما ضاقت بيك الدنيا هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفرجها عليك وبيفتحها عليك في ثانية. ازاي؟ انت هتستغرب ازاي حصل. طب منين؟ هتستغرب برضه منين؟ زي حلقة الراجل ده، تخيل انت عليك فلوس كتير وبنتك على وش جواز وانت ماشي تكلم نفسك وفجأة واحد يجي واديك 300 ألف جنيه. هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعت الراجل ده، انت تقول ألف شكر لله، تشكر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهيئ الناس دي للحاجات دي. ودي بتفكرني بقصة رجل أعمال كان مخنوق ومشي في الشارع بالليل، لقى باب مسجد مفتوح، دخل يصلي ركعتين، وهو بيصلي لقى واحد قاعد يبكي وقاعد يبكي ويدعي ربنا ويبكي بكاء شديد جدا. الراجل استناه لحد ما خلص وقال له انت بتبكي ليه؟ قال له عليا فلوس ومديون، ولو ما سددتش الفلوس ديت في خلال اسبوع انا هتحبس وهسيب ورايا اكتر من 3 اطفال صغيرين. الراجل يطلع مبلغ كبير ويديهوله، وبعد ما اداله المبلغ الراجل قعد يشكر ربنا ويسجد شكر لربنا. فرجل الاعمال قام مطلع له الكارت بتاعه وقال له خد لو احتجت اي حاجه اتصل عليا. الراجل بص له كده وقال له انا هتصل عليك انت ليه؟ اللي بعتك ليا في الوقت ده عشان تديني الفلوس وتفرجها عليا. يا اخي خلي عشمك في ربنا كبير، خلي عشمك في ربنا كبير، وبص للبرامج ديت من نظره تانية. ما تبصش ولا تنبهر بواحد زي محمد رمضان بيعمل الحاجات ديت، لا، انبهر بقدره ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بيفرجها على ناس وبيفرجها وبيرزقهم فعلا من حيث لا يحتسبوا. ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. الف حمد وشكر لله. اشكر دايما ربنا، ارفع ايدك وقول يا رب، وصدقنا هيفرجها عليك من حيث لا تدري. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفك في فيديو جديد.